أنا نوريان ودي قعدة نسوان. 1 2 3 4. ودي قعدة. يا لهوي، بقالي كتير قوي نفسي أعمل كده. أهلا، إيه الأخبار؟ أنا نوريان ودي قعدة نسوان. أنا مش مصدقة نفسي والله. أخيرا بصور أول حلقة يعني. بقالي كتير قوي 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 نفسي أصور الحلقة دي. خلينا نجيب التابلت كده ونشوف بقى. كل حاجة بتقول ايه. خلينا نبدأ كده بانترو بسيطة، وهي لا هو بودكاست ولا هو برنامج، هو قعدة، ومش أي قعدة، ده قعدة نسوان. فانتوا عشان لو هتسمعوه سموه بودكاست، لو هتشوفوه سموه برنامج، لا ده ولا ده، عايزين كده تعملوا أي حاجة اعتبروه قعدة، اعتبروه أي حاجة. يعني شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه واعملوه. بس أنا عارفة إن البرنامج ده أصلا مش هيكون محبب لبعض الناس، وهيبقى غريب قوي يعني. الكلمة أصلا لوحدها غريبة، ولكن أنا عارفة. خلينا كده نتكلم وندردش مع بعض. هو أنا ليه بدأت قعدة نسوان؟ أول سبب إن إحنا كبنات من بداية الخلق وإحنا عندنا قدرة رهيبة للرد. بنتكلم في أي وقت، وإحنا تعبانين وإحنا فرحانين وإحنا زعلانين، وإحنا في أي وقت هنستخدم الموهبة دي في حاجة مفيدة. وهي مش حاجة مفيدة قوي يعني. فباختصار دي قعدة نسائية سياحية جميلة بنطلع فيها كل الكلام اللي جوانا. تاني سبب ان في شويه بنات كده اللي هو انا منهم، احنا لا مع دول ولا مع دول، احنا مع نفسنا، لا عارفين نبقى كده ولا عارفين نبقى كده. تالت سبب انه من سنتين كنت في معسكر لسيدات الاعمال في مصر، وبعد اليوم التدريبي في الفندق كنت انا ومجموعه بنات كده كنا بنحب نقعد قوي في التراس بتاع الاوضه بتاع الفندق. كنا بنحب نتكلم ونفتح مواضيع مختلفه، مع ان كنا اول مره نتقابل كلنا، ولكن احنا كنا عندنا طاقه ان احنا نتكلم، مش في اي كلام ولا اي رغي وخلاص، لا، احنا كنا بنفتح مواضيع مهمه، مواضيع مسانا كلنا بنمر بنفس المشكله، ولكن عشان كنا كل واحده جايه من بيئه مختلفه فكان عندنا وجهات نظر مختلفه. فمن هنا انا فعلا فكرت في هو ليه اصلا ما يكونش فيه برنامج بيناقش الحاجات دي، مش مجرد بنتكلم عن الموضه والبلابلا والبلابلا والحاجات دي، لا، بس هو برنامج بيتكلم عن مواضيع حقيقيه موجوده في المجتمع وللبنات دي. يعني هي يعني برنامج بجد بيتكلم عن مواضيع تخص البنات اللي هم لا مع دول ولا مع دول، بنات في النص كده، هم بنات ميزان، هم في النص، هم لا عارفين يبقوا كده ولا عارفين يبقوا كده، وهم على طبيعتهم جدا وبيمروا بمشاكل كتير قوي، وللاسف مشاكلهم مش محلوله عشان ما حدش بيسمعهم. وحتى لو المشاكل دي هم مش عايزين لها حل، بس هم عايزين يعبروا عن نفسهم. ومش هنقول بقى مشاكل نفسيه وروح للثيرابيست والحاجات دي، لا لا لا، انا بنتكلم في حاجات هو قعدة سياحية جميلة بنخفف على بعض بيها وبنساعد بعض نبقى أحسن وبندعم بعض بجد. فده كان بداية البودكاست. فقعدت وقت طويل قوي من سنتين ان انا اكتب الحلقات، وان انا احاول اعمله، وان انا اروح يمين اروح شمال، طب اعمله ازاي، طب اروح، وانا انشغلت ورحت وجيت. في الاخر حسيت ان هو الوقت ده انا عايزه اعمل كده، لان انا اكتشفت ان انا عماله اصيح لكل الناس اللي حواليا. طب ما انا قلت ليه اصيح للناس دي كلها، ما اطلع اصيح للي زيي ومش عارفين نوصل لبعض. ومن هنا كانت فكره القعده الجميله دي. ولكن ده هياخدنا، القعده هي اللي اسمها قعده نسوان. طيب، هو الموضوع فاني لانه الناس كلها واخده عن كلمه نسوان ان هي كلمه وحشه. وحتى لو جربتوا كتبتوا كلمه نسوان على الفيسبوك او الانستجرام او عموما هيطلع لكم بصراحه صفحات وحاجات مش احسن حاجه. ولكن ليه الناس واخده الفكره دي عن الكلمه دي؟ مبدئيا هي الكلمه دي اصلا محرفه من جموع كلمه مراه وكلمه نساء، فهي محرفه يعني هي موجوده. ولو عملتوا سيرش على جوجل كتبتوا كلمه نسوان في اللغه العربيه هتلاقوا فيه شعر مكتوب فيه كلمه نسوان. فانا مش فاهمه بجد ليه الناس واخدين فكره وحشه عن كلمه نسوان. ويعني واللي خلاني برضو افكر في الكلمه ان انا كنت عايزه اطلع الناس من التابو بتاع كلمه النسوان دي وحشه. ايه اللي خلاني برضو افكر في الكلمه دي؟ عارفين لما انتوا تشوفوا كده واحده جامده زي كده الاستاذه القديره غادة عبد الرازق تقولوا اوه ايه النسوان القادره دي؟ عارفينهم؟ عارفين النسوان القادره؟ احنا بقى النسوان اللي مش قادره. اه والله بجد، يعني كل الناس اللي هم جايين
معايا مش قادرين، والله ما انا ذات نفسي مش قادره. يعني انا عامله القعده دي عشان انا مش قادره، عايزه اصيح يا جماعه، مش قادره. فاحنا النسوان اللي مش قادره. وحاجه كمان من زمان قوي وانا دايما بحب كلمه النسوان الحلوه دي. ايوه احنا نسوان حلو ونسوان مش قادره، الاتنين. ايوه احنا الاتنين، والله العظيم احنا الاتنين. خلينا متفقين ان كلمة نسوان هي كلمة عادية جدا، فبليز يا جماعة لو سمحتوا ما تاخدوش الكلمة ان هي كلمة سيئة، لان هي مش سيئة. والله العظيم هي كلمة جميلة، واعملوا سيرش وانا ممكن احط لكم بوستس كانت موجودة على الكلام ده. وحتى ناس بيقولوا ان هم ليه نسوان، اللي هي حتى في الخليج يعني بيقولوا عليها نسوان، وهي كلمة مش وحشة على فكرة في الخليج، لان هو يقول لك النسوان قاعدين قاعدة ومش عارف ايه. يعني لو كده سيرشوا هتلاقوا ان الكلمة والله في اللغة العربية الفصحى، ولكن هي كلمة محرفة. حلو. حلو. طيب ايه هو الموضوع الاساسي للقعده دي؟ الموضوع الاساسي ان في شويه بنات هم حرفيا محتاجين حد يسمعهم، بيصيحوا مع اصحابهم، بيصيحوا مع زمايلهم في الشغل، في الجامعه، في المدرسه. بس انا بقول بصراحه يعني وبكل اريحيه ان القعده دي مش لاي حد او مش لاي بنت، لان بصراحه في بنات كتير في المجتمع يعني 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 مش عايزه اتكلم عشان هيطلعوا يقولوا عليا ايه، ان ايه ده انت بتوحشي في البنات. يا جماعه انا ما بوحش في البنات، انا بتكلم ان في بنات اقصى اليمين كل احترامي ليهم، وفي بنات اقصى الشمال والله كل احترامي ليهم. مش قصدي شمال هي حاجه وحشه يعني، ها بالراحه عليا شويه. لكن في بنات في النص هم لا عارفين يبقوا مقفولين قوي ولا عارفين يبقوا منفتحين قوي. هم بنات بيعافروا بيروحوا بيجوا، وبقى في حلم العربي بتاع انا سترونج اندبندنت وومن، ومسحولين في الحته دي كلها، ومش عارفين يبقى عندنا كده اللي هو ايه اعتماديه على غيرنا. لا احنا استقلاليين، احنا هنعمل وبناخد فرص اقل في الشغل بقى، في الجواز، في السفر، في كل حاجه. احنا بنشتغل على نفسنا قوي وبنحاول دايما، ولكن مظلومين. وعلى فكره انا مش بقول الكلام ده عشان اقول قد ايه بقى انا ضحيه هبل اي كلام، انا اصلا برغي دلوقتي، ده اللي انا بعمله ده هري ورغي على فكره عامه. مش عارفه اقول ايه يا جماعه والله العظيم. يعني الحلقات الجايه هتعرفوا اكتر انا اقصد ايه، ولكن هو بجد القعده دي هدفها ان احنا نقعد نصيح، ولكن صياح مفيد. تمام، خلينا متفقين ان هو هيبقى صياح مفيد. احنا مش هنرغي وخلاص، مش هنرغي في اخر صيحات الموضه والله العظيم، ولا هنرغي في اي حاجه تانية ملهاش اي معنى. هو الهدف في القعده دي ان احنا هنقعد مع بعضينا كلنا نقعد نصيح، ولكن نصيح وبنساعد الناس اللي هم ايه مش عارفين يحلوا مشاكلهم. احنا هنصيح وهنحل مشاكلنا، وانتوا هتسمعوا كمشاكلنا وتشوفوا الحلول، ويمكن ده يساعدكم والله. يعني ممكن ده يساعدكم على فكره. بس ده باختصار. وده هياخدنا للسؤال اللي بعده، هو هيكون مين معاكي في القعده دي؟ في الواقع هيبقى ناس كتير قوي، بس مبدئيا هم اصدقائي وزمايلي والناس اللي حواليا. اي واحده عايزه تصيح تعالي يا حبيبتي دي قاعده، تعالى نقعد كلنا ونصيح، ولكن صياح جماعي على مواقع التواصل الاجتماعي. حلوه الصيغه دي؟ حلو. طيب خلينا نقول ان اول سيزون من قعده نسوان هيكون لايت كده، هوريكم بقى الامثله الصياحيه الجميله. حلو. المواسم التانية هتكون ممكن شويه فيها مواضيع بقى دسمه كده، عليها سمنه بلدي مثلا. حلو سمنه بلدي. من الاخر انا عامله القعده دي زي ما انا قاعده كده، وهجيب ناس كمان يقعدوا علشان نقول معلومه يمكن تفيد حد هو محتاج يسمعها، ونصايح. مش هجيب اي حد عامه يعني. عموما قعده نسوان هي مش هنقعد نقول هي في مواضيع معينه، هي على الله كده زي ما انا قلت لكم. هو قعده نسوان ببساطه هو قعده للناس الحلوه الجميله اللي عايزه تصيح. انا عندي مشاكل انا ما عندي مشاكل، مش عارفه اقول ايه. بصوا يا جماعه، البرنامج ده انا عارفه ان في بنات كتير مش هيحبوه، واولاد كمان شباب مش هيحبوه، عشان هنقعد نتكلم شويه في حاجات احنا بنمر بيها يعني محدش بيتكلم عنها. وانا مش بقول بقى ده وعد ان انا هقول كلام جامد، لا احنا ممكن نقول كلام مواضيع ممكن تكون غيرنا نتكلم فيها، ولكن ما تكلمش زي ما احنا هنتكلم. احنا هنتكلم على حاجات حقيقيه بتحصل معانا في الحياه اليوميه.
يعني سواء علاقات، سواء الشغل، سواء اهلنا، سواء الحاجات اللي بتحصل بشكل دوري لاي بنت موجوده على الكوكب ده. وخليني انا، عشان القعده دي قعده عربيه جدا، هنقول المواقف اللي بتمر بيها البنت العربيه. حلو. حلو. بصوا، باختصار هي الحلقه دي بعنوان لماذا نحن هنا. انا بعرفكم هو ليه الحلقه دي موجوده. وانا بصراحه طالعه انا مش محضره اي حاجه، انا كاتبه هنا على التابلت كام بوينت كده ان انا اتكلم فيها، بس انا سقطت حاجات كتير اصلا. بس انا طالعه علشان انا يعني خلاص، انا اعتبروني واحده منكم وانا طالعه ارغي وكده، اخد ودي، ومش عايزه ارتب كلامي. هو على فكره ده هدف القعده دي. القعده دي هدفها ان انا ما اطلعش اكتب سكريبت بقى ويا جماعه وبتاع واقول كده واحضر الحاجات، لا خالص. هو الهدف من ده كله ان انا اطلع اتكلم واقول اللي جوايا. يا جماعه انا قايله لكم ده برنامج صياحي، يعني عايزيني اكتر من كده؟ فانا طالعه اقول لكم باختصار يا جماعه انا عندي مشكله، المشكله بتاعتي 1 2 3، وحاولت اساعد ان انا احلها مثلا بالطريقه الفلانيه وبلا بلا 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 بلا. بس ده قعدة نسوان باختصار. حلو الكلام. يعني انا مش عارفه اقول ايه تاني، بس حاسه ان الحلقه دي هتبقى حلقه يعني ايه، خفيفه كده لايت، علشان الناس تفهم هي ليه قعدة نسوان موجوده. بس بعد كده ان شاء الله، ان شاء الله دي بقى وعد بجد، هتكون حلقات دسمه بالسمنه البلدي، هتبقى لطيفه قوي. و وانا هاخد عليكم اكتر بقى، وهفتح لكم قلبي بقى، ونقعد بقى نتكلم وناخد وندي وكده. وانا عماله اعيد في الكلام، اعيد في الكلام، اعيد في الكلام، مش عارفه اقول ايه. عشان انا لوحدي، يمكن عشان انا لوحدي ولسه مش واخده عليكم قوي. ف anyway، انا مش عايزه اتكلم، مش عايزه اتكلم انجليزي في الحلقات، والله العظيم حاسه ان انا عايزه اتكلم انا عادي، فتاة مصريه اصيله تتحدث العربيه. بس مش عايزه اتكلم انجليزي اصلا انا عايزه اصيح على الموضوع ده، ان احنا ليه بقينا بنتكلم انجليزي. انا هنتكلم عليه بعدين مش دلوقتي. بس يعني من الحاجات اللي انا عايزه امارسها خلال الحلقات ان انا ما اتكلمش انجليزي واقول كلام انجليزي، واحاول اركز في كلامي اكتر. وبس يا جماعه، يعني انا حاسه ان انا قلت كل حاجه. يعني بصوا يا جماعه، والله العظيم يعني هي فعلا قاعده، انا عايزاكم تحسوا ان انا قاعده معاكم اصلا، يعني قاعده نسوان لطيفه كده، واجيب نسوان حلوه ونسوان مش قادره. تقريبا كده انا قلت كل اللي عندي. فاحب اشكر اي حد قعد للقعده للاخر ومفضل قاعد كده وسامعها. مبدئيا خلينا نسميها قعده مش حلقه، يعني انا هحاول الفتره الجايه ان انا هقول عليها قعده مش هقول عليها حلقه. وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام، تيك توك، وتعملوا الشانل بتاعتي على اليوتيوب، هتبقى نوريان خليفه. مفيش صفحه لقعده نسوان على اليوتيوب، وانغامي وسبوتيفاي، ولسه مش عارفه هنزل على ساوند كلاود ولا لا، بس ميلي هيكون سبوتيفاي وانغامي لو انتوا عايزين تسمعوها بس من غير ما تشوفوا الحلقه. بس كده، باي باي. انا خلاص يعني حاسه ان انا خلاص، والله العظيم رجلي نملت من القعده يا جماعه. غالبا مش هقعد قوي، يعني ممكن نقف. ماشي، باي. النبي مالنا الا بعدينا.